من أجمل أغاني أم كلثوم هسيبك للزمن. وبصراحة فكرة إنك تسيب شخص أذاك وتعبك للزمن هي فكرة عبقرية جدا، فيها منتهى الحق والعدل. إنك تدور على الانتقام وتدور إنك تاخد حقك مهمة مرهقة جدا وبتأذيك أنت أكتر ما بتأذي أي حد تاني. لكن إنك تسيب حد للزمن وللأيام معناها إنك سبته لربنا. وحقيقي الناس المؤذية لو مش بيجيلها لحظة وتتعظ سيبوها لنفسها. الناس دي مع الوقت قادرة جدا تخلص على نفسها بنفسها من غير أي تدخل منك. سيبوا الناس اللي أذوكوا للزمن، كفيل يوريكوا مع الوقت إن الحق بيرجع، مش بالضرورة في الصورة اللي انتوا فاكرينها الأنسب، لكن كتير جدا الحق بيرجع في صور تانية كتير بتأكد لك إن ربنا موجود ومش ناسي أبدا اللي حصل فيك في يوم من الأيام. يا ريت بقى لو حد عنده حكاية إنه فعلا مع الأيام والزمن شايف الدنيا بتدور وحقه بيجي بطريقة إيجابية جدا ما فيهاش أي انتقام ولا تشفي، يا ريت جدا يقول لنا في الكومنتات.